بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم مع حضراتكم عن موضوع قانوني مهم جدا، ألا وهو قضايا السلاح. قضايا السلاح موضوع من الأهمية بمكان، وهنتحدث أيضا عن الدفوع الأساسية في قضايا السلاح أو في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص لحصول المتهم على البراءة. يبقى احنا هنتكلم في الفيديو ده عن الدفوع الأساسية في قضايا السلاح أو في قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص لحصول المتهم على البراءة. قبل ما اتكلم عن الدفوع الأساسية هتكلم الأول وأقول ما هي شروط صحة الاتهام في حيازة سلاح بدون ترخيص. يعني إيه هي شروط صحة الاتهام عشان تتهم الشخص ده بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص؟ لابد من توافر أو تواجد 3 شروط. الشرط الأول لابد من وجود المتهم في حالة تلبس، ده الشرط رقم 1. الشرط رقم 2 لابد من وجود دلائل كافية تفيد بأن المتهم أو تفيد بقيام المتهم بارتكاب جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص. 3. الشرط الثالث، دي كلها من شروط صحة الاتهام في حيازة سلاح بدون ترخيص. يشترط أيضا وجود علاقة بين المتهم والجريمة. 3 شروط. هنتكلم عن قبل ما اتكلم عن الدفوع الأساسية والفرق بين الأسلحة المششخنة والأسلحة غير المششخنة، هتكلم عن إيه هي عقوبة أو ما هي عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص. طبعا نصت على ذلك المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة العقوبات التي تنص أو التي تقع على كل من يقوم بالاتجار في الأسلحة بدون ترخيص، أو أن يستوردها، أو أن يقوم بالتصليح فيها بدون ترخيص. نصت قالت إيه المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة؟ نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من سواء صنع أو استورد أو حاز سلاح أبيض أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1. طيب إيه هو الجدول رقم 1؟ الأسلحة ليها جدول، في جدول رقم 1. الفيديو ده مهم جدا، فلابد من التركيز في النقطة دي. جدول الأسلحة في جدول رقم 1، جدول رقم 2، جدول رقم 3 هنتحدث عنها بعد ما نوضح عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص. طبعا الجدول رقم 1 هنذكر الأسلحة البيضاء اللي بتندرج تحت الجدول رقم 1. الجدول رقم 2 أيضا هنذكر بعض الأسلحة والأسلحة اللي بتندرج في جدول الأسلحة رقم 2، وأيضا الجدول رقم 3. فموضوع الجداول هنذكره بعد ما نوضح عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص. طيب يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيها مصريا ولا تجاوز 1000 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أو حاز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص أو حاز بدون ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2. وتكون هنا العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند ألف من القسم الأول من الجدول رقم 3. وأنا ذكرت طبعا هنوضح إيه هو الجدول رقم 1، وهنوضح إيه هو الجدول رقم 2، وإيه هو الجدول رقم 3، وما هي الأسلحة أو نوع الأسلحة اللي بتندرج تحت الجدول رقم 1، وإيه هي الأسلحة اللي بتندرج تحت الجدول رقم 2 هنذكرها حالا. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند ب من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم 3. ده عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص. طيب احنا عمال نذكر العقوبة ونقول ان السلاح يكون من الجدول رقم 1 طب ايه جدول رقم 1، وايه هو الجدول رقم 2، وايه هو الجدول رقم 3؟ طبعا الأسلحة لها جدول اسمه جدول الأسلحة. جدول الأسلحة ده بيبين الأسلحة اللي بتندرج تحت الجدول. يعني ما هي الأسلحة التي تندرج تحت الجدول رقم 1؟
ما هي الأسلحة التي تندرج ضمن الجدول رقم 2؟ ما هي الأسلحة التي تندرج تحت الجدول رقم 3؟ هوضح. الجدول رقم 1 بيان الأسلحة البيضاء. على سبيل المثال زي إيه؟ زي الإيه؟ الخنجر، خناجر، الرمح، رماح، السكين، سواء كان السكين ذات حدين أو ذات الحد أو ذات النصف حد. هذه هي بعض أمثلة تبين الأسلحة البيضاء التي تندرج تحت الجدول أو ضمن الجدول رقم 1 من جداول الأسلحة. طيب، إيه هو الجدول رقم 2؟ الجدول رقم 2 بيشمل الأسلحة النارية الغير مششخنة. هتقول لي إيه هو الفرق بين الأسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة؟ هذكرها حالا. الجدول رقم 2 الأسلحة النارية الغير مششخنة هي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل. الأسلحة المششخنة أو الأسلحة النارية الغير مششخنة هي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل. طيب، هنذكر بقى إيه هي الأسلحة المششخنة. إحنا قلنا وضحنا إيه هي الأسلحة النارية الغير مششخنة. الأسلحة المششخنة بتندرج ضمن الجدول رقم 3. الجدول رقم 3 من جداول الأسلحة بتشمل الأسلحة المششخنة. دي بتندرج ضمن الجدول رقم 3 من جداول الأسلحة. الأسلحة المششخنة عندي بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول المسدسات بجميع أنواعها. طيب، النقطة الثانية البنادق المششخنة من أي نوع. طيب، القسم الثاني من الأسلحة المششخنة بتشمل المدافع والمدافع الرشاشة. وده كان توضيح للجداول الأسلحة وبيان بعض الأسلحة التي تندرج ضمن كل جدول من الجداول. طيب، نيجي للنقطة المهمة اللي هي الدفوع الأساسية في قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص لحصول المتهم على البراءة. أول دفع بندفع به بطلان محضر الضبط، ويقوم المتهم أول حاجة بندفع بيها بطلان محضر الضبط، ويقوم المتهم بنفي الأقوال الصادرة منه والمدونة في محضر الضبط. ده أول دفع بندفع به من الدفوع الأساسية في قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص حتى يحصل المتهم على البراءة. أول دفع بطلان محضر الضبط، ويقوم المتهم بنفي الأقوال الصادرة منه والمدونة في محضر الضبط. دي أول نقطة. تاني نقطة، عدم توقيع المتهم أثناء الضبط عليه. عدم توقيع المتهم هنا يمنحه الحق في البراءة. عدم توقيع المتهم على المحضر الضبط بيمنح المتهم الحق في البراءة من التهمة المنسوبة إليه، وذلك لأن توقيع المتهم بيكون بموجب المتهم لما بيوقع على محضر الضبط بيكون بمحض أو بموجب الموافقة على أقواله. ففي هذه الحالة، حالة عدم توقيع المتهم على محضر الضبط، ففي حالة خلو المحضر من التوقيع إن المتهم ما وقعش على المحضر، ده بيؤدي إلى أن المتهم له الحق في الحصول على البراءة. وده الدفع رقم 2. طيب، بناء على الدفع رقم 2 هنيجي للدفع رقم 3. وبهذا الدفع بناء على الدفع رقم 2 وبهذا يقوم المتهم بنفي الأقوال المدونة في محضر الضبط. يقوم المتهم بنفي الأقوال المدونة في محضر الضبط ونفي الاعتراف أيضا بالجريمة، وينفي الاعتراف بالجريمة، وذلك لأن المحضر الغير موقع لا يؤخذ دليل ضده. وده الدفع رقم 3. طيب، الدفع رقم 4 من الدفوع الأساسية في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص اللي هو بطلان التهمة في حالة عدم وجود أي حالة من الحالات التي تثبت قيام المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص. يبقى رابع دفع من الدفوع بطلان التهمة في حالة عدم وجود أي من الحالات التي تثبت قيام المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، وبالتالي يقوم المتهم أيضا بالمطالبة ببطلان إذن النيابة.
طيب خامس دفع، والدفع الأخير في قضايا أو في الدفوع الأساسية في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص، نفي المتهم قيامه بأي ركن من أركان الجريمة، ونفي وجود علاقة بين المتهم ده وبين الجريمة، وبالتالي يحق للمتهم الحصول على البراءة. يبقى الدفع رقم 5 تاني، الدفع هندفع بنفي المتهم القيام بأي من أركان الجريمة، ونفي وجود علاقة بين المتهم وبين الجريمة، وبالتالي يتم الحصول المتهم على البراءة. ودي كانت الدفوع الأساسية، وهي دفوع مهمة جدا في قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص. يبقى احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن شروط صحة الاتهام في حيازة سلاح بدون ترخيص، اتكلمنا عن عقوبة السلاح أو عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص، وضحنا الجدول رقم 1 من جداول الأسلحة، الجدول رقم 1 وبيان الأسلحة التي تندرج ضمن الجدول رقم 1. وضحنا الجدول رقم 2 والأسلحة التي تندرج تحت أو ضمن الجدول رقم 2. وضحنا الجدول رقم 3 والأسلحة التي تندرج ضمن الجدول رقم 3 من جداول الأسلحة. ووضحنا أيضا وأخيرا الدفوع الأساسية في قضايا حيازة السلاح بدون ترخيص. وهي الفيديو ده كان موضوع مهم جدا، لأن هذه من القضايا المنتشرة هي قضايا حيازة سلاح بدون ترخيص. وتحياتي جميعا لحضراتكم، وشكرا لحضراتكم جميعا.